في ترند جديد انهم يقلبوا خبز البرات الهندي بدون ما يفردوه لخبز برجر. خلينا نشوف كيف يتعامل البرجر الهندي. ونزلت بالدقيق والسكر والملح والزيت. اول ما تتقلب المكونات حنزل المويه بالتدريج الى ما تتكون عجينه تمط معانا. حنكور العجينه ونحط عليها زيت ونغطيها ونخليها ترتاح لمده نص ساعه. اول ما ارتاحت حتحسوا انها صارت سهله في الفرد. وحنرش عليها شويه زيت ونقفلها ونلفها بالطريقه دي. البرات العاديه في المرحله هذه حنفردها، بس لا احنا حنحط البرات زي ما هي على النار. نرش عليها الفلفل الاسود والملح والبهارات الهنديه، وحنضيف عليها برضو شويه ثوم. طبعا البرات السميكه اللي شفتوها حتنطبخ على نار جدا متوسطه لين ما تنطبخ من جوا ومن برا. وفي الخلاط حطينا نعناع ولبن زبادي وفلفل حار وفلفل اسود وملح واحلى صوص لبن حار بالنعناع. وللتاكيد نقص البراتة من النص ونرجعها على النار عشان لو ما استوت من جوا شويتين تستوي. حنحط خليط البطاطس اللي عملناه ونحط فوقها اللحمه مفرومه، وحنجيب الصوص اللي عملناه ونسقيها بالشكل ده، وكده يكون معانا احلى برجر براتة هندي ممكن تدوقوه. نجرب بسم الله. واو طعم خرافي يا جماعة.